جماعة ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو الجديد بتاعي، والنهاردة هقول لكم ازاي بعمل حواجبي كل يوم وانا رايحة دي طريقة عملية طبيعية تنفع للشغل. طبعا في لوكات تانية بتحتاج طرق تانية، نبقى نعمل لها فيديوهات تانية ان شاء الله. لكن هي دي طريقتي الطبيعية، يعني طريقة رسم الحاجب بتاع كل يوم. تعالوا بقى اقول لكم على الادوات اللي احنا بنحتاجها علشان ننفذ الطريقة. هنحتاج فرشة انجل كده زي دي، بصوا شعرها رفيع. وانا بحب دايما اعمل الحركة دي، هو كده. علشان الشعر يضم على بعضه كده، شفتوا كده هترسم الحواجب بيرفكت. كمان طبعا هتحتاجي مثبت ميك اب. طبعا القمر ده انا وريته لكم الفيديو، عملت لكم عنه ريفيو من اسبوع كده، هو الفيديو الاسبوع اللي فات. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. هايل هايل. انا بحب ارش بيه برضو، اثبت بيه الحواجب كده عذرا على شكل الباليت اللي هو ده، جراي زي ده كده، مش اسود مش بني، جراي. اوكي، تسرحي بيها حواجبك. انا عندي مسكرة الحواجب دي من ذا وان، بنضفها من البرودكت خالص وبستخدمها. هجيب اللي هي الفرشة، بس هي يعني ما فيهاش برودكت خالص، انا نضفتها من البرودكت اللي هو من ذا وان ده، بس علشان امشط الحواجب. خلي بالكم يا بنات، انا مش شايفه حاجه. انا برسم حواجبي بطريقه غريبه شويه، طريقه غريبه زي يعني الناس كلها تنظف الحاجب بعدين ترسمه، انا لا، انا ارسم الحاجب الاول وبعدين انضفه. انا بس عايزه احط شويه كونسيلر بس علشان المنظر. هستخدم ده اللي في النص دي، اعمل حاجه بسيطه بس كده فوق العين، توحد اللون بس. احسن حاجه للباليت دي في الاستخدام، يمكن انا نسيت اقول المعلومه دي في الريفيو اللي فات، ان انت تستخدميه بصبعك. بصراحه لانه والبرودكت يعني very good، يعني very good manufactured. كنت عملت لكم ريفيو كامل عن الباليت دي، هحطه في الديسكريبشن بوكس. ايدي فيها ثواني. ف بس هنحط، خلصت كده اهو، خلاص حطيت شويه كونسيلر عشان انا بس عايزه التصوير يبقى حلو. اول خطوه بنعملها ان احنا الاول هناخد اللون الجراي، هخففه شويه على ايدي، وبعدين اول حاجه بنعملها ان احنا بنرسم حدود الحاجب. زي ما قلت لكم انا الحاجب بتاعي مش زي بعضه، ودي مأساة طبعا. لكن مجرد ان انت بترسمي الحدود اللي انت هتشتغلي فيها، انت كده خلصتي 90% من الشغل. اتمنى انه يكون فيه برودكت كفايه لان اللون خفيف. اوكي، هحدد من فوق من اول هنا. اوكي اهو اترسم معايا. اوكي، ومن تحت هبتدي من هنا، ما تبتديش من هنا لان رسم الحدود من الحتة دي بتدي سن اكبر، وبتخلي الحواجب شكلها فيك. اما انك انت ترسميها بالطريقة دي اللي انا بقولك عليها دي، لا، بتخليها جميلة جدا.
انا كده هطوله من الاخر، لانه زي ما انتوا شايفين انا عينيا صغيره، يعني مش، خلينا نقول مش كبيره قوي متوسطه. فهطوله من الاخر علشان لو بعد كده هحط اي شادو يبقى فيه مساحه. فانا بحب اطوله شويه من الاخر، يعني شويه مش كتير قوي يعني. بس وبعدين بقى هنبتدي نعبي الفراغات لو انت حابه. الفراغات اللي بعبيها، شوفي، انا بحبه يبقى خفيف من قدام، خفيف من ورا، وشويه متوسط التقل من النص. هو ده اللي انا هعمله بالظبط. انا مش عارفه بقى اجيب نفس الفرشه، بنفس الفرشه بقى مش مشكله عادي. وهبتدي بس املى حاجه بسيطه خالص. اعذروني لو التصوير مش حلو، لانه انا مش شايفه حقيقي، مش شايفه في الكاميرا، مش شايفه. خلاص احنا كده خلصنا. اي زوايد بره الحدود دي هنشيلها، يعني اي شعر هتلاقيه بره الجزء ده. اه هعمل بس الحته دي اللي ورا دي معاكم، اللي هي في النص دي، اللي مش عايزه تيجي معايا سكه خالص. اهي تمام. اوكي، كنت بقول انه خلي بالكم في لوكات. لو انت عايزاه طبيعي اعتمد الطريقه اللي انا بقولك عليها دي. ارسمي الحدود، خففي من قدام، خففي من الاخر، يعني زودي شويه من النص. الحته دي بقى، يعني انا ما بحبش ارسمها قوي، لان دي اكتر حته بتبين الحواجب خيف فيك. فانا هخليها، يعني اعمل لها زي ظل كده، هرسم لها حاجه بسيطه خالص خالص خالص. السر كله ان اللون يبقى خفيف، عشان اولا لو غلطتي تعرفي تصلحي من غير ما تبهدلي شكل الحاجب. ثانيا علشان شكل الحاجب يبقى حلو في الاخر، تحس ان هي حواجب طبيعيه. خلاص اي شعر بقى بره هشيله بالملقط. طبعا مش هخفي عليكم، انا دي تاني مره اصور الفيديو، لان المره الاولانيه التصوير ما كانش مظبوط قوي، فعشان كده ما فيش زوايد. الناحيه التانية هبص بس كده بصه سريعه بحيث يبقى الحاجبين زي بعض. اللون الجري نخففه على ايدينا، وبعدين هنبتدي ان احنا نرسم الحاجب. هنطوله شوية من الاخر زي ما اتفقنا، مش هبتدي من هنا، ده هخليه للاخر، هبتدي من تحت اهو. هبص كده بصة سريعة على الاتنين. طيب فاضل الحتة اللي قدام، هاجي بالفرشة بالعرض كده. انا هخليها بالعرض، يعني هشتغل بيها بالعرض كده، وهعمل حتة كده، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هنا عندي مليان وهنا فاضي. بحاول بالعرض كده والفرشة فلات، اعمل بس اي منظر هنا، والحتة دي بأخف لون. تمام، يعني هنحاول بس نظبط. انا كده بالنسبة لي سو ساتسفايد. هنملى بقى الفراغات لو انتي حابة.
في الاخر بيبقى خفيف زي ما اتفقنا، هسيبه خفيف زي ما هو. خلصنا، وشوفوه قبل وبعد. انا بحب احط اي شادو لونه بني في جزء العين من الاسفل كده، لكن مش موضوعنا، احنا موضوعنا هو الحواجب. واخر خطوة بقى خالص خالص انك انتي اخر خطوة بترشي البخاخ ده، عملت لكم عنه ريفيو، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. لان انا لو ما عملتش الخطوة دي بعد ساعة حواجبي كأني ما عملتهاش. وهي دي شكل او طريقتي في رسم الحواجب. ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.